في هذا الوضع كله خرجت سعيدة نقزة. سعيدة نقزة البعض منكم يكون يعرفها يعني. سعيدة نقزة هذه تترأس مجموعة من ناهبي المال العام اللي يسموا رواحهم رجال أعمال. هي الرئيسة تاعهم. لما كانت أيام بوتفليقة كان حداد يرأس جهة اللي تابعة للسعيد وبوتفليقة، وهي ترأس جهة اللي تابعة لتوفيق. لما طاح توفيق ضعفت هي وقوية حداد، فهي تابعة أيضا عندها هذه تاع ما يسمى برجال الأعمال. كتبت رسالة وجهتها قبل أيام، وجهتها إلى تبون. في الرسالة هذه قالت له البلاد راهي خلات، والاقتصاد راه ينهار، والشركات راهي تغلق، والأسعار راهي تزيد، والندرة راهي العدس مرات ما كانش، والرز ما كانش، والحليب مازال الناس دير عليه لاشين، والكوارث راهي كوارث، وراهم كثروا لنا لي ليسونس، وكثروا لنا وين نروحوا ادفع ادفع ادفع. قالت له راهي البلاد رايحه للهاويه. في جزء كبير مما قالته هذه السيده صحيح، في الحقيقه كاين حتى جزء ما قالتوش، خافت. هذا الجزء اللي ما قالتوش هو انهم منذ اشهر قاعدين يروحوا لهذو اللي يسموهم رجال اعمال، يجيبوهم واحد بواحد، كل واحد يقولوا له اسمع انت رانا عارفين مثلا واحد عنده 500 مليار الراس مال نتاعو التجاره تاعو، يقولوا رانا عارفين باللي هذه الدراهم هي دراهم الخزينه العامه، وها وين كنت ترافيكي، وها وشكون منين جبت المشاريع، يجيبوا له الدوسي كاع. يقولوا له بدل ما ندوك للمحاكمه، بدل ما ندوك المحاكمه ونسجنوك كما رانا ساجنين بعض الناس، ماش حابين نديروها خاطر شي هكذا ندخلوكم كاع للحبس. هيا كل واحد يمد ما بين 10 و20%. كاين اللي يقولوا له انت تمد 20%، عندك 500 مليار تمد منها 100 مليار. كاين اللي يقولوا له انت تمد 10%، كاين اللي يقول له 15%. مانيش عارف كيفاش دايرين الحساب على اي اساس، لكن على اساس ان هؤلاء كلهم كانوا لصوص، وكانوا يدوا في المشاريع من الخزينه العامه، وكلهم كانوا عندهم لا سيرفاكتيراسيون، كانوا يضخموا الفواتير، وكلهم كانوا يديروا مشاريع مغشوشه، وهذا صحيح ايضا. فبعض من هؤلاء حوالي 1000 راهم لحد الآن، ربما وصلوا الآن 1000، هما رايحين يوصلوا أقل شيء 1300 واحد من هذول يسموهم رجال الأعمال. الأغلبية العظمى وافقوا، قالوا نمدوا. فقط كان اللي نيغوسياو معاهم، بدل ما يقولوا له 20% يقول لهم ودي انا نمد لكم 10% وخلوني نكمل وخلوني نشتغل. وكان راهي عندي راني مخدم 700 شخص، واحد يقول لهم راني مخدم 5000 شخص، واحد يقول لهم انا مخدم 400 شخص. فعلى الاقل هذه تعاون الاقتصاد وراكم شفتوا لما دخلتوا حداد وضحكوا الشركات كلها انهارت. بدل ما تدخلونا وتنهار الشركات هذا يضر الاقتصاد، انا نوافق، لكن نقصوا لي من الغرامه هذه اللي درتوها لي، يعني هي مش قانونيه بالمناسبه. واش راه يدير هنا تبون؟ تبون بوعلام في الحقيقه، راه يدير واش دار بن سلمان. بن سلمان دا الامراء وكبار التجار وحطهم، اللي ما مدوش كاين اللي عذبوا حتى مات، ولما شافوا بعض الناس تعذبوا بداو يمدوا. بن سلمان خذ اكثر من 100 مليار دولار من ضربه الفندق هذاك الريتس، اللي حط فيه عشرات من الامراء ومن كبار التجار. لكن في الداخل عندنا مع بن سلمان هو الحاكم بأمره، هو الوحيد. احنا بالداخل عندنا لا، عندنا جناح المخابرات، وعندنا جناح شنقريحة، وعندنا جناح تبون، وداخل كل جناح كاين مجموعة كبيرة من أصحاب الكتاف العريضة والجنرالات والوزراء واللي عندهم. فمن الداخلة ما مشات لهمش الأمور هذه، راهم يناقشوا في هذه. كاين اللي راهم دخلوهم للحبس بالمناسبه، وكاين اللي مدوا، لكن الامور ما مشاتش مليح، لان ولات كاين بزاف التدخلات. لماذا؟ كاين كثير من رجال الاعمال الدراهم مش تاعهم، هما فقط واجهه، دراهم تاع جنرالات واحد اخرين، وهذوك الجنرالات دخلوا قالوا ما نمدوش وما تمسوهش يعني. فمشكله كبيره، فخرجوا هذه. لكن هذه نقزه خرجت بعد ما تلقات. مين يسأل عن علاقتك بالجنرال المتقاعد محمد مدي المدعو توفيق؟ عندك علاقة بها فريق توفيق المتقاعد؟ شوف، تحب الحقيقة؟ الحقيقة
امنيه نتاعي. حتى هو ريتريتي ويعيط لي، اقسم بالله لا نروح ليه نحبي. الحقيقة الأساسات يا اخي راهو ماهوش في الناس ماهوش مع في الواقف، المنصب. الناس لو كان مع جاب في الواقف. المنصب قال لي تضرب له في الشتاء. صح، يا اخي صح. انا انسان اللي خدم البلاد هذه، وكان حامي كاع الجزائريين كلهم. اليوم نجي نتكلم على ما نجمش نتكلم على شخص كيما توفيق من المستحيلات. ما تنجمش، توفيق رب. قالت باللي لو كان يقبل تروح له تحبي. طبعا سخافة الأخلاق أن مرأة تقول هكذا باش تروح الراجل تروح له تحبي، يعني سخافة الناس هذه طبعا قائدة في الاقتصاد وتظهر في القنوات ومانيش عارف. شوفوا الاختزال تاع الشعب الجزائري، شوفوا الدمار. هذه الرسالة اللي كتبتها واللي ردت عليها لا بياس. نقرأ لكم شوية، تعطلنا شوية لكن نقرأ لكم شوية مما جاء في الرد نتاع لا بياس. هذه ما كانت تكتب رسالة لو كان ما خدرش الضوء الأخضر من عند جناح الدي ار اس اللي هو جناح توفيق. جماعة تبون عارفين هذا، وجماعة توفيق ردوا عليهم لأنهم كانوا يريدون الإطاحة بجبار مهنا وأخذوا إلى السجن. فتوقفت العملية مؤقتا، ولكن خرجوا لهم، حبوا يقولوا لهم راح نخرجوا لكم احنا ناس اللي هاجموكم، ونهاجموكم في الحاجات اللي الشعب يعرف انها صحيحه. وش قالت هي في رسالة على الاقتصاد؟ 90% صحيح، لكن في الحقيقة تم تحريكها. الشيء الآخر اللي تشترك فيه نكزة مع اللي زاد قواها هي أن عندها علاقات قوية مع الإماراتيين. عندها علاقات قوية مع الإماراتيين، ولأن الإماراتيين عندهم مشاكل مع جماعة تبون وراهم متضاربين معاهم عن طريق المقالات، تشجعت. ما الإماراتيين يقول لها ما تقلقيش روحك، شحال عندك في الجزائر؟ عندك 500 مليار سنتيم. أي شحال هاد ال 500 مليار سنتيم؟ هي عبارة عن كم؟ عبارة عن نقولوا 50 مليون دولار. تجينا الإمارات نعطوك 100 مليون دولار. أي ديري برك واش نقولوا لك. على راني شيماتيز يعني كما يقولوا، راني نقدم فيها بصورة للإفهام. لكن سعيدة نكزة تتحرك من جهتين، من جهة المخابرات وخاصة توفيق، ومن جهة الإمارات. وهذون في زوج الآن راهم متحالفين أو متعاونين على أن تبون ما يفوش لعهدة ثانية، ويعملون كل شيء. لكن وش قالت على الاقتصاد صحيح. لا بياس غضبت غضب شديد. فشوف وش من بين الردود نتاع لا بياس. لا بياس اللي هي وكالة الأنباء الجزائرية، شوف وين تحولت. لا بياس تقول نقرأ لكم مقطع صغير فقط. رسالة سعيدة نكزة عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد. عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد بمعنى أنك انت تاع فولكلور يعني. وفي الحقيقة من بعد في الداخل يقولوا أكثر من ذلك، يقولوا كلام كبير يعني. لكن هذا العنوان عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد. ومن بعد يضيفوا لها، يقولوا لها في مساهمة لها بأسلوب منمق ومن باب المفارقة جعلت السيدة سعيدة نكزة من نفسها ناطقا رسميا باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح العصابة التي تفننت في سرقة أموال الشعب والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير. وبعدين يضيفون تنبض هذه الرسالة التي تحن للنظام القديم بنوايا مؤلفيها الحقيقيين. قالوا لها ماشي انت اللي كتبت الرسالة، كاين واحد آخرين اللي كتبوا الرسالة. قريب يقولوا لها توفيق وجبار مهنا هما اللي كتبوا الرسالة تقريبا يعني، قريب يسموهم يعني. إذن تحل للنظام القديم بنوايا مؤلفيها الحقيقيين من خلال سعيهم للإبقاء على الركود، كما أنها توضح في ذات الوقت عدم دراية مؤلفيها التام بالتحولات العميقة التي تشهدها الجزائر. حبوا يقولوا لهم ما تلعبوش، راكم ماكمش عارفين وش راه يصرى، وراكم رايحين تدفعوا الثمن. يعني تهديد مبطن.
اعتبروا أن رسالة سعيد نقزة تهديد لتبون وجناحه، وأن اللي مألفينها هي الجناح اللي حبت تروح تحبيله، وقالوا لهم ما تلعبوش. وش يضيف المتمم لكل ما ذكر من هذه الرسالة الغريبة هو الاقتراح الذي تقدمت به السيدة نقزة بندائها وبدون حياء إلى إعادة تفعيل الثلاثية، هذه الثلاثية الشهيرة التي دامت عقدين من الزمن، لا تريبارتيت كما يسموها، والتي كانت مسرحا لتمزيق الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية. السيدة نقزة لا تقترح في هذيانها اللامتناهي للدولة إلا اللعب مجددا بالمونوبولي بمال الشعب لصالح الأوليغارشيين آخرين. فكان هجوم شديد وعنيف ردت عليهم السيدة نقزة. مش راح يهمنا ردها هي، لأن هي قلت لهم يعني في خلاصتها، وكان كيفاش ردوا عليا هكذا وأنا طرحت حاجة، لكن اللي يهمنا فيها أن جناح تبون اعتبر أن رسالتها جاية من جهة أخرى، جناح TRS، وأنه هو مقصود وجناحه من الموضوع، بالرغم للإنصاف أن جزء مما قالته في رسالتها عن الاقتصاد صحيح. يستمر الصراع، جنرال يسجنوه، جنرال يعذبوه حتى الموت، جنرال يصعد، جنرال يسقط، وزراء يذهبون، ولات القضاء ما تعرفش. ما كاش مسؤول اليوم في الجزائر يبات هو يعرف روحه باللي غدوه مازال في المنصب. المصيبه ماهوش كيما بكري، ما يباتش يصبح يقولوا له راك مطرود، لا، المصيبه الان يصبح يلقى روحه في مركز عبله كما يسموه الشعب الجزائري، تحت التعذيب والسجون والتشريد يعني عندي الآن بعض المصادر حكاوا لي على بعض الجنرالات داخل السجون يتمنون الموت. كثير منهم حاولوا، بعضهم باش نكون دقيق، عدد معين حاولوا الانتحار أكثر من مرة. هؤلاء بعضهم كانوا يعتبروا روحهم أرباب البلاد، وكنا حذرناهم ولعلكم تذكرون ذلك. وأنا أحذر في القايد صالح نقول له باللي ستدفعون الثمن. إن الحل في الجزائر هو دولة مدنية تنقذكم من خصوماتكم وصراعاتكم وبؤسكم وخطف ضربكم لبعضكم بعض وتعذيبكم لبعضكم بعض. قلناها القايد صالح، وقلناها قبل القايد صالح، وقلناها بعد جماعة القايد صالح، واللي راهم درك ما فيش حل إلا دولة مدنية يكون فيها الجيش يقوم بدوره حماية الحدود، حماية الوطن، وليس الاتيان بالرئيس والإطاحة بالرئيس، الاتيان بالوزراء، ليس عمل المخابرات الإرهابية. لن نخرج مما نحن فيه من ضياع ومن غرق ومن فساد، والسماء ملبدة بما هو آتي ما دام هناك عبث الجنرالات. وعبثهم ليس فقط ضد الشعب وضد الأحرار ضد الحراك، إنه حتى ضد بعضهم البعض. وأنتم تعرفون أن هناك ما يقرب من 40 جنرال، باش نذكروا فقط الجنرالات الكبار.